فني إعادة التدوير النهارده مع جردل مستعمل عندي وممكن يترمي او خلاص انا مش عايزاه، وبنطلونات الجينز اللي انا ممكن ارميها وبستغنى عنها. اهلا بيكم في قناة دودي موريس، والنهارده مع هنعمل سبت للبلكونة، او هنعمل منامة للقطة، او هنعمل منامة للدوجز اللي عندي. ممكن اعمل بيه اي حاجة استغل بيها الجردل والبنطلونات الجينز اللي عندي. بكل بساطة هجيب البنطلونات اللي أنا مستغنية عنها، هعيد تدويرها مرة تاني. هقص الرجلين من أول الحجر، الجزء السليم في البنطلون والجزء اللي بيبقى قوي ولسه مدابش أو ما اتقطعش، وهبتدي أفرغ البنطلون عندي بالطريقة دي بمنتهى البساطة. تمام، هبتدي أفتح الجنبين، أفتح الخياطات من الجنبين كده، وهبتدي اساوي رجلين البنطلون علشان هي اللي هتساعدني ان انا اشتغل الثبت عندي بالطريقة دي. هفتح الرجلين كده، وهقص الجزء الجامد في التانية بتاعت البنطلون، مش هرميها، وهبتدي اعمل دايرة او قرصة قد دوران الجردل من تحت. هعمل كل حاجة هشتغلها هعملها اتنين اتنين. ليه اتنين يا مدام وداد؟ هقولك دلوقتي ليه اتنين، علشان خاطر نعمل حاجة جامدة ومتينة، ومش تبقى خفيفة وتتقطع معانا من أول استعمال. تمام، ادي البنطلون عندي انا فرغت الرجلين وعملت رجل منهم، عملته دايرتين، والرجل التانية بفتح الرجل واساوي الاجزاء الزيادة اللي انا مش عايزاها، او هتبقى في طبعا الجزء اللي فوق في الرجل بيبقى اوسع من الجزء اللي تحت، فانا بساوي الجنبين اللي بيها يبقى عندي مستطيل اقدر الفه دوران على جناب الجردل اللي عندي. طبعا ممكن نستغرب من الفكرة او نحس ان هي مش طبيعية، بس احنا هنشوف احنا هنعمل ايه بحاجة ممكن كانت تترمي وممكن ملهاش اي استعمال. هجيب الدايرة بتاعتي او القرصة بتاعت الجردل اللي هي دوران الجردل من تحت، انا بعمل قده بالظبط وبزود سنتي للخياطة. تمام، هبتدي امسك البداية بتاعت الدايرة مع بداية المستطيل، وهبتدي الف حبة حبة بالمكنة، واخد الدوران بتاع القاعدة، يعني اشد الدايرة مع المستطيل وهكذا لحد ما تديني اسطوانة معمولة من القرصة اللي عندي مع الجناب، اللي انا زي ما انا بشتغلها كده بالظبط. امشي حبة حبة بالمكنة كده، وابتدي قفلي الدايرة مع المستطيل اللي عندي. احنا قلنا هنشتغل اتنين اتنين من كل حاجة انا بعملها، يعني الدايرة دي انا هعمل اتنين، والمستطيل الجناب دي هعمله برضو اتنين. تمام كده، ماشية حبة حبة بالمكنة، ما تجريش عشان خاطر احنا بنركب دوران على جزء مستقيم، القرصة دي دوران، فعشان اخد الدايرة مظبوطة بالظبط ابتدي امشي حبة حبة كده. وصلت لحد الاخر اهو، هبتدي اقص الزيادة اللي عندي، هقص الزيادة اللي عندي من المستطيل او الجنب بتاع الجردل، وهبتدي الاسطوانة هقص كده واقفل الاسطوانة بتاعتي اهو كده. هقفل، فكرة بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت بتدي جمال ان انت بتستغلي كل حاجة او انت بتعيدي تدويرها مرة تاني. البنطلونات الجينز ليها استعمالات كتيرة وكتيرة جدا، انا ممكن استغلها بمليون طريقة. وفي نفس الوقت الحاجات دي احنا بنرميها في الزبالة مش بنعوزها كده اهو. وهبتدي اقفل الاسطوانة مرة تاني كده. كده انا قفلت الدوران بتاع الجردل مع القاعدة او القرصة بتاعتي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اجيب الجردل. انا طبعا كده احنا قلنا احنا اتفقنا هنشتغل اتنين اتنين من كل حاجة. ادي عملنا اسطوانة، هنعمل اسطوانة تاني زيها بالظبط كده، واحدة هلبسها في الجردل من بره، وواحدة هلبسها في الجردل من جوه. تمام، وهبتدي اقفل الجنبين مع بعض اهو. انا كده عملت الاسطوانة الاولى اللي هي من بره كده. طبعا الايد هنعمل فيها ايه يا مدام وداد؟ اصبري هتشوفي هنعمل بيها حاجه كويسه خالص، كمان هنعمل لها طريقه تبقى متينه جدا وتحمل معايا اي حاجه، ما بخافش ان الجردل يتقطع بالحبل او يتقطع منها. كده اظبط الاسطوانه بتاعتي مع القاعده بتاعت الجردل كده، واشد وادخل كل الزيادات من جوه الجردل. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي افرغ
مكان الايد، وهبتدي البس الاسطوانة التانية اللي عندي كده. ادي كده التانية اهو، هدخلها في الجردل واظبطها برضو القاعدة على القاعدة بالظبط، وابتدي ادخل الجنب، اشده مع الجنب التاني كده، وابتدي اعمل ايه، كل جنب من دول هبتدي امسك بدبابيس، وبعد كده هاخده بخياطة بالابرة. ممكن اطبق الخيط 4 طبقات، وممكن اعمل خيط يكون جامد شوية. انا كده بفرغ مكان الايد علشان الايد تطلع منه. طب احنا لازم نعمل الايد يا مدام وداد، ممكن نشيلها؟ لا خليها، لاني انا هبتدي اشتغل عليها حاجة قماش مضغوط عشان تبقى ايد متينة وتستحمل معايا الشيل، او تستحمل معايا ان انا احمل فيها حاجة لو انا هعمل ده ثبت للبلكونة. تمام كده، فرغت مكان الايد وهبتدي امسك اريح الطبقتين مع بعض، وابتدي امسك بدبابيس، وبعد كده هاخد كل ده خياطة باللفق او خياطة سراجة مع الاتنين مع بعض. فاكرين اطراف البنطلون التانية اللي قلت لك شيليها مش هنرميها؟ هي دي انا هغذي بيها القماش اللي انا هطعم بيه الايد بتاعت الجردل اللي انا هعمله. تمام، هعمل ايه كده؟ انا خيطت اهو، بخيط بخياطة اللي هي اللفق دي، وهبتدي اجيب باقي القماش، ابتدي اقطع شرايط، وابتدي اوصلها عشان اعمل اليد اللي عندي كده. اساوي كل ده عشان خاطر القماش الجينز طبعا تقيل، والكلكعه ما يكلكعش معايا في المكنه كده. وهجيب التانية بتاعت البنطلون اللي قلتلك ما ترميهاش اهو، هحطها في قلب القماش عندي. طبعا التانية دي شديدة وقوية خالص، جديدة يعني، بتبقى هتتحمل معايا التحميل بتاع الشيل. وهبتدي اعمل ده حزام داير للجردل مع اليد بتاعته، عشان كده قلت لك ما تقصيش اليد، خليها انا هشتغل عليها. تمام كده، هكمل ده. انا سبت الجزء الاخير ما تنتهوش تانية كاملة. هبتدي اشتغل، اشوف الخياطه اللي انا قفلت بيها الجردل ازاي. هبتدي اشتغل من اول الايد، والف حزام، والف حزام حوالين الجردل، بمعنى ان اليد اللي انا عاملاها من القماش ده هتحمل معايا الجردل من تحت، مش هيبقى التحميل على اليد البلاستيك بس، خلي بالك من دي كده. والجزء اللي انا قلت لك ما تنتهوش في الاخر هلفه على ايد الجردل واقفله بالخياطه زي ما انا قفلت الجردل كله بالخياطه كده. وهبتدي اخده ب4 فتلات او بخيط جامد، خيط صوف، خيط جامد، عندي خيط قطن جامد، وابتدي اعمل الخياطة كلها اهو. انا كده شغالة بالابرة، انا عاملة 4 فردات. طبعا انت ممكن تزوقي فيه زي ما انت عايزة، وممكن تعمليه كمان ثبت للغسيل، ممكن تعملي ده ممكن تعلمي اولادك يبقى فيه ثبت ده للعب، للشوزات، للشرابات. ممكن تستعملي ده بالطريقة اللي انت عايزاها وتدلعيه براحتك كده. انا عندي بقى الثبت، انا كنت عامله ده ثبت للبلكونه، بس انا عندي قط زيوس معترض ان ده يكون ثبت للبلكونه، واعتبر ان ده حق مكتسب ليه. انا وبفرجك على الثبت اللي انا عاملاه، بصيت لقيته هو نط معايا في الثبت، ومقتنع ان هو ده منامه ليه، واداني فكره جديده ان ممكن الجردل ده يتعمل منامه للقطه، او لو عندك كلب صغير او عندك اي حيوان في البيت ممكن يبقى ليه. هو اقتنع تماما ان دي المكان بتاعه ومعترض تماما انه مش عايز يطلع منه. دي فكرتنا النهارده، وهو اداني فكره انه يبقى منامه للقطه. طبعا حقه، لان هو عجبه المكان ومقتنع انه خلاص ده مكاني. اتمنى تكون الفكرة بسيطة وسهلة على حضرتك، ومن فضلك لايك وشير على الفيديو، وكمان اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. من فضلك الفكرة لو عجبتك لايك وشير، وما تنسيش كل حاجة عندك انت هتستعمليها هتعيدي تدويرها، هتنفعك وتنفع بيتك وتنفع اولادك وتوفري. خليكي شاطرة، دبري ووفري، وكل ده هيكون مفيد ليكي. شكرا لحضراتكم، وفعلا نورتوني.